أهلا بيكم في تحليل جديد. تخيلوا معايا كده المشهد ده. آخر اليوم، أوضة هادية والواحد قاعد لوحده مرهق ومستنزف. قدامه تليفون عمال ينور بالرسائل وطلبات من ناس كتير. بيرد بلطف طبعا، بس من جواه حرفيا بيقع. بيسمع مشاكل كل اللي حواليه، بس وقت ما يحب يتكلم ما بيلاقيش حد يسمعه. بيقول حاضر وهو كل حتة فيه بتصرخ وتقول لأ. يا ترى إزاي بنوصل للمرحلة دي؟ إزاي الطيبة الجميلة اللي جوانا بتتحول فجأة لاستنزاف عاطفي وطاقة بتضيع؟ وده بقى بياخدنا لسؤال مهم جدا، سؤال بيخلي الواحد فينا يقف كده مع نفسه لحظة ويسأل بصدق: هل اللي بنعمله ده طيبة حقيقية؟ ولا ببساطة إحنا مش قادرين نحمي نفسنا؟ هل العطاء ده نابع من اختيار حر ومزاجنا، ولا هو مجرد حيلة عشان محدش يزعل مننا أو يلومنا ونوجع دماغنا؟ خلونا ندخل في الجزء الأول من تحليلنا، العبء التقيل قوي للطيبة الزايدة عن الحد. يعني إيه العبء ده؟ يعني الابتسامة اللي بنرسمها على وشنا وإحنا في قمة تعبنا، وكلمة أيوة اللي بتطلع وإحنا قاصدين جدا نقول لأ. الموضوع عامل بالظبط كأن الواحد شايل صناديق تقيلة جدا مليانة هموم الناس كلها، وماشي بيها لوحده في شارع ضلمة. دي دايرة متعبة بشكل لا تتخيلوه. من بره الشخص بيبان إنه تمام وسيطر ومفيش أي مشكلة، بس من جوه بينهار بالبطيء تحت ضغط إرضاء كل اللي حواليه. بيبتسم بس عشان ما يجرحش حد، وبيتحمل لحد ما للأسف بيفقد إحساسه بنفسه تماما. ومن هنا بنروح للجزء التاني. الطيبة دي أصلا جاية منين؟ هل هي من الحب ولا من الخوف؟ بصوا بقى، العطاء اللي بيجي من الحب دايما بيكون عن اختيار، عن كرم وإحساس حقيقي بالامتلاء. إحنا بندي عشان إحنا مليانين وعندنا طاقة. لكن على الناحية التانية العطاء اللي بيجي من الخوف ده بيطلع من فراغ داخلي، من رغبة ملحة في إرضاء الناس وتجنب إن الواحد يبقى لوحده. لما العطاء يكون من مكان مليان جوانا، ده حب بيبني ويسعد. بس لما نكون إحنا أصلا فاضيين ومستهلكين، كأننا بالظبط بنصب للناس من كوباية قهوة باردة وفاضية. ده حرفيا تدمير بطيء جدا للذات. في جملة بتقول: مش كل عطاء حب، أحيانا بيكون خوف لابس شكل طيبة. الجملة دي محتاجة مننا ثانية كده عشان نستوعبها. الخوف من إن الناس تقول علينا اتغيرنا، أو الإحساس المرعب بالذنب لو الواحد قرر يختار نفسه وراحته في مرة، ده مش حب للناس، ده خوف من رفضهم لينا. طيب إيه هي الإشارات اللي اتأكد لنا ده؟ ده بياخدنا للقسم الثالث، العلامات الخفية للاستنزاف العاطفي. خلينا نقسم العلامات دي عشان نفهمها بشكل أوضح. أول حاجة العلامات الداخلية، واللي بتبدأ بتراكم الغضب المكتوم. كل حاضر بنقولها غصبا عننا بتتحول لغضب مستخبي جوانا بياكل فينا. بعد كده بيجي فقدان الهوية، ولدرجة إن الواحد ممكن يقعد يمسك راسه من كتر التفكير وما يبقاش أصلا عارف هو عايز إيه ولا إيه اللي بيريحه. وتالت حاجة الإحساس العجيب بالذنب لمجرد التفكير في الراحة. نفضل نكتم لحد ما نلاقي نفسنا بننفجر في موقف تافه جدا، والنتيجة دي بسبب كل مرة اخترنا فيها راحة غيرنا على حساب نفسنا. أما بقى لو بصينا على العلامات الخارجية، فهنلاقي إن غياب الحدود ده بيعمل زي مغناطيس، بيجذب الأشخاص اللي بيستغلوا الطيبة دي أسوأ استغلال. العطاء فجأة بيتحول من فضل المفروض يتشكر عليه لواجب وتوقع مفروض علينا. وطبعا ده بياخدنا للعلامة الثالثة، الزعل والضيق من الناس اللي بنساعدهم. وطبيعي جدا على فكرة إننا نغضب لما طاقتنا كلها تخلص ومنلاقيش في المقابل حتى كلمة شكرا. عشان كده إحنا محتاجين ناخد نفس عميق كده ونسأل: إيه الحدود اللي عمرنا ما حطيناها؟ وإيه الإشارات التحذيرية اللي فضلنا نتجاهلها؟ بصوا، بدل ما نفضل نلوم الناس اللي بتستغلنا، إحنا محتاجين ندرك قوتنا إحنا في التحكم في مين بيدخل حياتنا ومين بياخد من طاقتنا. محدش يقدر يفتح الباب غيرك، الواحد فينا هو اللي بيملك مفتاح بابه. نيجي بقى للقسم الرابع واللي بعتبره من أهم النقط: فخ الذم المزيف. لازم نفرق كويس قوي بين نوعين من الإحساس بالذنب. الذنب الحقيقي هو لما نأذي حد ظلمه، لما نغلط في حق حد. لكن الذنب المزيف هو الإحساس اللي بيخنقنا لما الواحد يقرر يختار نفسه أخيراً بعد سنين طويلة من الإهمال والتنازلات، بعد ما الناس اتعودت إننا متاحين دايماً. مجرد الإحساس بالذنب ده لما نقفل الباب بهدوء ونحط حدود، مش معناه أبداً إننا عملنا حاجة غلط. لا، ده بس معناه إننا بنعمل حاجة جديدة علينا وإننا بدأنا نحمي نفسنا بجد. ولما بندور ورا الفخ ده بنلاقي جذوره غالبا بتبدأ من أيام الطفولة. فكرة مبرمجة في دماغنا بتقول إن الطاعة هي الحب والأمان. الطفل بيكبر وهو حاسس إنه لازم يبقى مطيع ويسمع الكلام ويتنازل عشان يبقى مقبول والناس تحبه. وللأسف بيكبر على الأساس ده، بيفضل فاكر إن قيمته كلها في إنه يرضي غيره، وإن العطاء هو الطريقة الوحيدة عشان يثبت وجوده ويتجنب الرفض. عشان كده تخيلوا معايا حد بيكتب في دفتره بهدوء عشان يطمن نفسه: قول كلمة لأ. عمره ما كان تصرف أناني. صدقوني كلمة لأ مش إهانة لأي حد،
دي ببساطة معناها أنا بحترم طاقتي وعارف حدودي كويس، ومش هقدر أدي حاجة وأنا من جوايا مستهلك وفاضي. اختيار الراحة النفسية ده حق أصيل، ومش المفروض على أي حد فينا إنه يعتذر عشانه أبداً. وندخل دلوقتي على القسم الخامس، خطوات عملية لبناء حدود صحية. طيب إزاي بقى نبني الحدود دي ونرجع مساحتنا الشخصية بهدوء ومن غير مشاكل؟ الخطوة الأولى، نتوقف بس لحظة قبل ما نرد. مش لازم نوافق فوراً لو احنا تعبانين، ادي لنفسك فرصة تفكر. الخطوة التانية، نتعلم نقول لأ من غير تبريرات كتير ومحايلات. احنا مش محتاجين نقدم تقرير مفصل عشان نثبت إن من حقنا نرفض. الخطوة التالتة والمهمة جدا، نراقب مين بيحترم حدودنا ومين بيعاقبنا عليها وبيغضب عشان ما بقاش قادر يستغلنا زي الأول. والنقطة الجوهرية اللي لازم نركز عليها هنا هي إن الحب الحقيقي عمره ما بيطلب الإرهاق. اللي بيحب بجد عمره ما هيفرح وهو شايف إن وجوده معانا بياخد من صحتنا وطاقتنا. مش هيطلب أبداً إننا نبقى متاحين 24 ساعة على حساب كرامتنا وراحتنا. الإنسان اللي بيحبنا بجد بيبقى عايز يشوفنا بخير بصحتنا وحاضرين ذهنياً، مش مجرد أشباح مستنزفة. وده بيوصلنا للقسم السادس والأخير معانا، الطيبة الواعية اللي من غير أي استنزاف. الطيبة الناضجة دي عبارة عن معادلة بسيطة قوي، طيبة زائد حدود زائد شجاعة. أوقات كتير الناس بتفتكر إن الطيبة معناها السهولة وإن الواحد يكون متاح وخلاص، بس في الحقيقة هي محتاجة وعي وشجاعة كبيرة. محتاجة مننا نعرف إمتى ندي وإمتى نوقف وإمتى نسيب التليفون شوية من إيدينا ونفصل. دي بقى الشخصية المتزنة، الشخصية اللي بتحب الناس وبتخدمهم بس في نفس الوقت مستحيل تسمح بالاستغلال. المبدأ هنا بيقول خليك طيب بس ما تهجرش نفسك عشان ترضي غيرك. الطيبة الحقيقية عمرها ما كان معناها ان الواحد يدي من روحه لحد ما ينكسر. العالم اكيد محتاج القلوب الطيبة، بس القلوب دي محتاجة الاول تحافظ على نفسها، محتاجة تطبطب على نفسها وتكتب انا طيب بس مش لازم استنزف نفسي ابدا. وعشان كده ومع نهاية كلامنا محتاجين نسأل نفسنا في هدوء وبصراحة، في أي نقطة بالظبط في حياتنا الطيبة دي تحولت لاستنزاف؟ وفين المكان أو العلاقة اللي لازم نرسم فيها حدود واضحة النهاردة قبل بكرة؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون تقيلة شوية، بس صدقوني هي دي نقطة البداية للرجوع للنفس واستعادة التوازن اللي ضاع. وفي النهاية ومع بداية يوم جديد وضوء هادي بيريح الأعصاب، خلونا فاكرين دايما شعارنا هنا في فهم الذات، احنا مش بنحكم على نفسنا، احنا بس بنحاول نفهمها عشان نقدر نحميها، عشان نقدر نكتب واحنا في قمة السلام النفسي هفضل طيب بس مش على حساب نفسي. أتمنى التحليل ده يكون قدم لكم رؤية مريحة وطبطب عليكم. شكرا جدا ليكم وأشوفكم دايما على خير.